كلمات ليها أكتر من معنى في الإنجليزي، إزاي نفهم الفرق بينهم؟ أول كلمة معانا هي كلمة book. معنى الكلمة الأول كتاب. مثال I read a book about history yesterday. أما المعنى التاني فهو يحجز. I need to book a table for dinner. الكلمة التانية اللي معانا هي كلمة right. المعنى الأول صحيح. You're absolutely right about this. أما المعنى التاني فهو يمين. Turn right at the next street. الكلمة اللي بعدها هي كلمة bat. المعنى الأول خفاش. I saw a bat flying at night. أما المعنى الثاني فهو مضرب. He hit the ball with. الكلمة اللي بعدها كلمة watch. المعنى الأول ساعة يد. I bought a new watch yesterday. أما المعنى الثاني فهو يشاهد. Let's watch a movie tonight. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة bank. المعنى الأول bank. I need to go to the bank to withdraw money. أما المعنى الثاني فهو ضفة النهر. They had a picnic on the river bank. وأخيرا المهم إنك تركز على السياق عشان تعرف المعنى المقصود.